احذروا بريق بعض البشر وإياكم وأن تنخدعوا بالمظاهر الكاذبة. القمر نراه يضوي وحقيقته تراب. قصتنا اليوم تنطبق على هكذا نماذج. زوج دخل البيت وشاف زوجته تبكي، فسألها عن السبب. قالت له العصافير اللي على الشجر قرب النافذة تباوع علي وأنا بلا حجاب، وأخاف إنه عصيت رب العالمين. فالرجل هنا فرح وقبلها من جبينه وافتخر بعفة زوجته وخوفها من رب العالمين، وراح مسرعا أخذ فأس وقطع الشجرة وخلص زوجته من العصافير. بعد أسبوع عاد للبيت مبكرا من العمل، وجت زوجته بأحضان عشيقها. رجل انصدم وما سوى شيء، بس جمع حاجياته وطلع هارب من المدينة كلها إلى مدينة أخرى. لما وصل المدينة الأخرى شاف تجمع ناس وضجيج، وسأل عن السبب. لولا خزنة الملك انسرقت. فبهالأثناء مر رجل يمشي على طريف أصابعه، فسألهم عنه. قالوا له هذا شيخ المدينة، شريف المدينة، يمشي على طريف أصابعه حتى يتجنب أن يدحس نملة خوفا من الله. فقال لهم لقيت السارق، قابلوني مع الملك فورا. ولما قابل الملك قال له السارق شيخ المدينة. فالملك قال له قول غير هذا شريف المدينة. قال له إذا ما يطلع هو اعدمني. جابوا شيخ المدينة وحققوا وياه، اعترف بالسرقة. بس الملك سأل الرجل قال له انت شلون عرفت السارق؟ قال له المبالغة بالاحتياط والمبالغة بالحديث عن الفضيلة يخفي خلفه جرم عظيم. نعم، هواي نشوف ناس على مواقع التواصل في أماكن أخرى يتحدثون عن الفضيلة وعن المبادئ وعن الأخلاق والقيم والرحمة، وهم حقيقتهم أمثال اللي يمشي على طريف أصابعه، وأمثال هاي اللي تخجل من العصافير تشوفها بلا حجاب. حقيقتهم سارق وزانية. إياكم أن تثقون بهؤلاء، إياكم أن تنخدعوا بالبريء.